ازيكم يا احلى متابعين؟ في ناس كتير بتفتكر ان الشوكولاته البيضاء اقل خطوره من الشوكولاته الغامقه عشان لونها فاتح وطعمها ناعم ومش مر. بس الحقيقه هي من اكتر انواع الشوكولاته اللي سعراتها عاليه جدا. فلو احنا بنحسب اكلنا وبنحاول نخس لازم نعرف نستخدم منها قد ايه بالظبط. مش هنمنع، هننظم. تعالوا نشوف التفاصيل. لو مسكنا 100 جرام من شوكولاتة بيضة دريم هنلاقي السعرات الحرارية 580 سعر حراري، 4.8 جرام بروتين، 58 جرام كربوهيدرات، 35 جرام دهون. وده بيوضح ان الشوكولاتة البيضة تقيلة في الدهون والكربوهيدرات، وده السبب انها بتشبع وطعمها حلو وقوي. طيب لو بنتعامل بقى بالحجم، كل جرام واحد من الشوكولاتة البيضاء فيه 5.8 سعر حراري، 4 جرام بروتين، 58 جرام كربوهيدرات، 35 جرام دهون. يعني لو استخدمت 20 جرام بس بتاخدي تقريبا 116 سعر حراري، وده رقم معقول جدا لو محسوب جوه يومك. وطبعا في ناس كتير بتحب تسيح العبوة كلها وتشتغل بيها. العبوة وزنها 193 جرام، فيها 1119 سعر حراري، 9.3 جرام بروتين، 111 جرام كربوهيدرات، 67.5 جرام دهون. ودي تقريبا نفس سعرات يوم كامل الواحدة ماشية على 1500 سعر. وهنا مربط الفرس احنا مش هنمنعها، احنا هنتحكم فيها. استخدمي ميزان مطبخ، ما تسيبيش تقدير الكمية للعين. العين دايما بتخدع. الكمية المظبوطة من 15 ل 20 جرام بس. خففيها وهي بتسيح، بدل ما تسيحي الشوكولاتة بس اعملي شوكولاتة بيضة عليهم معلقتين لبن، كده نفس الطعم بنص السعرات. استخدميها للتزيين مش للحشو، الطعم بيتحسن من فوق مش من جوه. اعملي خطوط خفيفة شكلها شيك وطعمها ظاهر ومن غير سعرات كتير. اختار الوقت الصح، لو نفسك فيها خليها بعد وجبة مش على معدة فاضية، جسمك هيستخدم السعرات بدل ما يخزنها. قسمي الحلويات على اسبوعك، خلي ليكي يوم تاكلي اللي نفسك فيه وباقي الايام نلتزم. هتعيشي مرتاحة ومفيش حرمان. يعني مثلا لو هتعملي كيك اسفنج خفيف وتسيحي 20 جرام من الشوكولاته البيضاء مع شويه لبن وتعملي خطوط خفيفه فوق الكيكه. لو قسمتي الكيكه 8 قطع، القطعه بس هتزيد 15 او 20 سعر بس بسبب الشوكولاته، وطعمها هيبقى حلو جدا. وكده احنا اكلنا صح وما نبقاش محرومين. فاحنا مش بنمنع حاجه، احنا بنفهمها وبنختارها وبنستخدمها بذكاء. دلوقتي قولوا تحبوا الفيديو الجاي يكون عن ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات. ولو استفدتي من الفيديو اعملي لايك وشير ومتابعة، واستنوا الفيديو الجاي. سلام.